ازاي تعمل شوت زي ده بمجرد بلان من غير اي تفاصيل ومن غير ما تدخل تفاصيل الموديلنج العنيفة. تعالوا نشوف ازاي. اعتقد دلوقتي ان انت اول طريقة ممكن تيجي في دماغك عشان اعمل مشهد زي ده هو اني هعمل موديلنج لكل التفاصيل اللي انا شايفها قدامي. مش غلط، بس في الحقيقة الطريقة دي هتبقى صعبة جدا وهتاخد مجهود كبير قوي وهتاخد وقت كبير قوي. خلونا دلوقتي نكتشف تكنيك تاني اقدر اعمل بيه المشاهد اللي زي دي بشكل بسيط وبشكل سريع، وحقيقي ودي طريقة عملية جدا ان انا اعمل فيها المشاهد اللي بتكون فيها تفاصيل كتير زي دي. خصوصا في صناعة الألعاب هما بيستخدموا الطرق دي أكتر من طرق الموديلنج العادية. الطريقة دي بتكون معتمدة على الماتيريال أكتر. طيب إزاي أقدر أعمل مشهد زي ده بس باستخدام الماتيريال؟ لو أنا جيت دلوقتي على موقع مثلا من المواقع المشهورة زي موقع تكتشرز، موقع مثلا زي ده، هلاقي إن فيه تكتشرز كتيرة. طبعا كتبت هنا ساي فاي فجاب لي ماتيريالز كتيرة كده. لو أنا جيت مثلا فتحت ماتيريال زي دي، إزاي أعمل ماتيريال زي دي او ازاي اعمل سطح بكل التفاصيل دي بس باستخدام الماتيريال؟ ده عن طريق ان انا بستخدم التشانلز الاساسيه بتاعت كل ماتيريال زي ما اتكلمنا عليهم في الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات احنا شرحنا ايه هي الماتيريال وعرفنا يعني ايه الفرق ما بين الماتيريال والتكتشر، واتكلمنا على التشانلز الاساسيه، فهمنا يعني ايه بامب، فهمنا يعني ايه نورمال ماب، فهمنا يعني ايه ديسبيسمنت. فلو لسه ما شفتش ده وقف دلوقتي، ارجع شوفه وذاكره كويس عشان الفيديو ده او التطبيق ده معتمد على الفيديو اللي فات. فلو جيت دلوقتي عشان انفذ سيرفيس زي ده، هلاقي ان انا محتاج ان انا انزل الصور دي. الحقيقه كل صوره من دي بتبقى اسمها ماب. فهنا هلاقي اول واحده دي اسمها الالبيدو، والالبيدو بيبقى ده الديفيوز او التكتشر الاساسي اللي بيبقى قايم عليه شكل الماتيريال بتاعي. بعدين هلاقي في الهايت ماب، ودي الماب اللي انا بستخدمها في البامب. اتفقنا ان الشانل دي اللي هي اللي بتعمل بروز في السطح بتاعي، والبروز ده بيبقى مش حقيقي، يعني ما بيحصلش ديفورميشن حقيقي في السطح، لان ده بيبقى مجرد تأثير صغير كده جاي من اللايت. والنورمال ماب بعد كده دي الماب اللي بتبقى مسؤولة برضو عن فكرة ان انا عندي جزء فيه بروز بس بيشيل زوايا، يعني اقدر ان السطح ده يبقى طالع لفوق بس واخد زاوية معينة. بعدين الرفنس والميتاليك، دول الماتيريال او دول المابس اللي بيبقوا مسؤولين عن حتة الريفليكشن او ازاي اللايت هينزل على السيرفيس وينعكس هيبقى سلوكه عامل ازاي. فمفروض ان انا دلوقتي عشان اعمل ماتيريال زي دي ان انا انزل كل الصور دي. طبعا كل ما يبقى عندي ريزوليوشن اعلى كل ما هتبقى التفاصيل بتاعت التكتشر اوضح واحسن. بعد ما هنزل الصور دي هبتدي اروح على برنامج سينما 4 دي عشان اشوف ازاي اعمل ده. حتى انا لو جيت هنا على المشهد ده وجيت خرجت بره كده هلاقي ان ده مجرد ماتيريال. لو انا حتى جيت دوست على ديسبلاي او اوبشن وجيت شلت ماتيريالز، هلاقي ان ده مجرد سطح كده مش موديلنج، يعني ده مش موديل مفهوش سيجمنتس كتيرة بقى وكده. تمام. طيب تعالوا نفتح بروجكت جديد ونشوف ممكن نعمل ده ازاي. قبل ما ابني الروم خلينا نعمل بلان واحد ونشوف ازاي بننفذ الطريقة دي او ازاي ان انا بأبلاي بقى المابس دي في كل واحدة في مكان. فاجي هنا انزل بلان. البلان ده 1 to 1 عشان الصورة بتبقى 1 to 1 ما يحصلش اي ديستورشن بالنسبة لي. واجي هنا افتح الماتيريال واضغط دبل كليك هعمل نيو ماتيريال. بعدين هفتح الماتيريال. اول حاجة هاجي على الكالر واجي على التكتشر ومحاطط التكتشر بتاعي. فاجي على الفولدر ده اللي فيه الصور اللي انا نزلتها من الويب سايت. هحط اول حاجة الالبيدو او احيانا ساعات بيبقى اسمه الديفيوز، فهختار ده كده. هلاقي ان الصورة نزلت لي او التكتشر نزل هنا في الكالر تشات. هيبلاي ده بالشكل ده كده. تعالوا نعمل ريندر بعد كل مرحلة عشان نشوف الابديت اللي بيحصل. فده اول نتيجة وصلت لها. طبعا ما فيش اي تفاصيل دلوقتي، هو مجرد بس اللون وباين جدا ان هو سطح 2D او سطح مفيهوش اي تفاصيل يعني. فطبعا كل ما هنزود مابس اكتر وكل ما هنزود كل حاجة في التشانل بتاعتها الحاجة تبتدي تبان اكتر معايا. لو انا جيت دلوقتي عايز اكتف النورمال فهاجي ادوس عليه علامة صح. بعدين هاجي في التكتشر هنا واقوم حاطط
النورمال ماب. طبعا النورمال ماب بتبقى مميزة جدا، اكتر ماب بتبقى لونها مختلف، ان دي بتبقى RGB على عكس الباقيين كلهم بيبقوا بلاك اند وايت. فحتى الاقي مكتوب نورمال، عشان في ناس كتير جدا بتلخبط ان انا هحط كل ماب من دي فين. لا، هو ببساطة جدا كل ماب بيبقى في الاخر خالص مكتوب الشانل ايه. يعني هنا الالبيدو دي اي او الامبيانت اكلوجن، احنا مش بنستخدمها قوي. ديسبيسمنت، هايت، ميتاليك، نورمال، رفنس. انا دلوقتي في النورمال ماب هختار النورمال ماب كده. طيب تعالوا نعمل ريندر. بصوا الفرق ما بين الاتنين، ابتدى يظهر لي زي شادوز كده بس تأثير بسيط شوية. فممكن اجي على النورمال ماب وعلي الافكت شوية، خليه مثلا 300. بعدين ممكن اجي على البامب، والبامب اتفقنا ان بياخد الهايت ماب، احط الهايت ماب. وممكن استخدم الهايت ماب برضو في الديسبليسمنت. هاجي في الديسبليسمنت واضيف او الهايت ماب لو الديسبليسمنت مش موجودة، بس انا عندي ديسبليسمنت فاستخدمها على طول. بس نلاحظ هنا ان في تأثير كبير حصل. طيب عشان اشوف تفاصيل اكتر او اخلي الدنيا مظبوطة اكتر، هعلم على سب بوليجون ديسبليسمنت. الرقم ده كل ما هعليه كل ما الريزوليوشن بتاعت التكتشر او كل ما تأثير الديسبليسمنت هيبقى انعم. بس طبعا ده بياخد وقت اطول في الريندر، فهنخليه رقم متوسط كده، يعني هنخليه بس 4 بشكل مبدئي. ممكن نقلل الإفكت ده كده شوية، خليه مثلا 50%. طيب تعالوا نعمل ريندر دلوقتي ونشوف ايه اللي هيحصل. بصوا الفرق ما بين الاتنين. displacement بقى عملت ايه؟ عملت الفرق ده. بس طبعا عندي هنا تكسيرات كده. طبعا لو جيت دلوقتي خليت 4 دي مثلا 6 وجيت عملت ريندر، هلاقي طبعا الدنيا بقت أحسن بكتير من الأول. طيب طبعا يفضل إن أنا أكون منزل سكاي وعامل HDRI، عشان فعلا إن اللايت من أهم العوامل اللي بتفرق في الشغل. أبلاي هنا ال HDRI. طبعا أشغل، منساش أشغل Global Illumination والأمبيانت Occlusion. خلي ده Radiance Cache ونخلي ده Reduced Map. ممكن في الفيزيكال أخلي السامبلر ماشي، أخليها Adaptive، وممكن أخلي ده Medium عشان يقلل لي النويز شوية، وأدوس ريندر ونشوف الفرق. فأنا كده تقريبا وصلت للجيت في وقت قليل جدا وبتفاصيل كبيرة جدا. طبعا احنا لو حبينا نعمل ده as a modeling، الموضوع طبعا هياخد مننا وقت ومجهود كبير قوي يعني. طيب يبقى انا كده بشكل ما ممكن اجي اسمي ده جيت، ممكن اجي ارفعه بالشكل ده كده، وارفعه مثلا 200 سنتي بحيث ان هو يبقى على الارضية بالشكل. طيب ممكن طبعا اجي اجيب بلان تاني. تعالوا نجرب ماتيريال تاني. هنسمي الماتيريال دي بتاعت الجيت. تعالوا نعمل ماتيريال جديدة، والمرة دي هنعمل الماتيريال بتاعت الحيطة. فطبعا الماتيريال بتاعت الحيطة بقى خلاص انا منزلها اهي، انا منزلها هنا اهو. هاجي اختار ده البيدو اهو. بس لو جيت عملت ابلاي كده، لو جيت طبعا عملت ريندر، هلاقي ان ده الشكل بالظبط نفس اللي حصل معانا لما جينا نعمل الجيت. مجرد سطح فلات خالص، محتاج ازود له تفاصيل اكتر. فهاجي دبل كليك، هاجي على البامب ماب زي احط فيها الهايت، هاجي على النورمال واحط النورمال ماب. طيب تعالوا نعمل ريندر كده نشوف ايه اللي حصل. يعني الفرق بينهم قليل قوي. ممكن اجي مثلا على النورمال ماب اعلي الافكت شوية، خليه شوية مثلا
والبامب تمام. كده كده الديسبليسمنت اصلا لما بتيجي تتعمل، لو جيت هنا ديسبليسمنت، طبعا هنا مش هلاقي ديسبليسمنت، فممكن استخدم الهايت. الهايت طبعا هتفرق معانا جامد. الهايت اصلا تأثيرها هيغطي على تأثير الديسبليسمنت، قصدي هتأثر على تأثير الهايت. بس بصوا بقى التمويجة دي بسبب ان احنا مش معلمين على سب بوليجون ديسبليسمنت. فلو جينا علمنا كده وعملنا ريندر، هنلاقي الدنيا بقت احسن كتير يعني. طبعا بصوا هنا ده سطح ما فيش اي تفاصيل فيه، ولا نعمل اكسترود ولا اي حاجة، ده مجرد كل التفاصيل دي جاية من الماتيريال. طيب يبقى انا دلوقتي عملت الجيت، وممكن اقول ده الوش. ماشي. طيب ايه اللي هيحصل لو خليت الوول دي بدل ما تبقى البلان ده في الشكل ده مرة واحدة، هخليه 4/4. يعني انا ممكن اجي على التكتشر ده كده، او اجي على الماتيريال دي قصدي، ممكن اجي اخلي اللينس ده واخليه ب50%، 50%، بحيث ان هو تبقى، انا عايز استخدم البلان از يونت، ان انا تبقى الحيطة بلان واحد على اليمين وبلان واحد على الشمال، بس اشوف فيه التفاصيل دي. بدل ما اكرره 4 مرات يعني، لا انا اصغره شوية، يبقى نفس المكان، يبقى كله على بعضه بلان واحد كده. تمام. طيب يبقى انا دلوقتي عندي الوول وعندي الجيت. طيب انا ممكن اظهر، احنا اتفقنا ان الجيت اهي، ممكن اجي اجيب الوول ده كده روتيشن، طبعا عشان انا عارف ان الكيوب 200 سنتي، فانا عارف اوقفه في مكانه بالظبط. انا بدوس على شيفت وانا بتحرك، بحيث ان الحركات تبقى كوانتايزد بشكل ما. ممكن اجي اختار دول كده، واجي اعمل اهو، ممكن اختار دول كده كمان، بقوا بالشكل ده. فبصوا لو جيت هنا، انا عملت زي روم كده، ولا حاجة، وقت قصير جدا. طبعا الديسبليسمنت بتاخد وقت اطول في الريندر عن العادي، يعني الديسبليسمنت لو دخلت في الماتيريال وقفتها هياخد وقت اقل من المفروض ياخده دلوقتي. بس احنا عايزين نتأكد كده الدنيا ماشية ازاي يعني ماشي لطيف قوي، بس عندنا مشكلتين. المشكلة الأولانية إن دول زي ما يكونوا مقلوبين، فقدامي حل من الاتنين: يجيب السطر ده هنا كده والسطر ده هنا، يا إما أعمل لهم روتيشن، يا إما ممكن ببساطة أدخل هنا وأخلي الديسبليسمنت دي، أخلي السترينث بدل ما هي 100 أخليها بالماينس، فالإفكت هيتعكس الناحية التانية. والمشكلة التانية ان هما كانوا مكسرين شوية، وحل ده ان انا هضطر ان انا لازم ازود الرقم ده شوية، بس انا مش هزوده دلوقتي عشان بس ما يزودش وقت الريندر زيادة. ممكن نبقى نزوده في الاخر بقى واحنا بنرندر مرة واحدة. تمام. تعالوا نعمل ريندر تاني. ممكن اجي مثلا اعمل ريندر ريجن كده عشان اشوف الحاجة عاملة ازاي، فكده بالنسبة لي احسن. لو عكسنا تاني، تعالوا نبص على الناحية التانية دي. ماشي. طيب يبقى احنا كده عملنا الجيت اللي في الوش وعملنا الحيطة، ناقصنا دلوقتي السطح، او السطح بتاع الروم والارضية. فنفس الفكرة، خلاص تعالوا، احنا خلاص ده كده جيت، وهنسمي دول كلهم كده، نحطهم في جروب هنسميهم دول وورش. حتى ممكن اصلا نشيل كل الماتيريالز دي ونحط بس واحدة كده على الجروب، فهتطبق عليهم كلهم. ماشي. طيب تعالوا نخفي ده ونخفي ده ونعمل بلان جديد. طيب والمرة دي بقى هنستخدم تكتشر تاني. احنا اتفقنا ان كل التكتشر دي جايبينها من على الانترنت، في مواقع كتير جدا ممكن تقدر تنزل من عليهم التكتشرز دي. هجيب هنا ده الروف البيدو،
ممكن ابلاي ده هنا كده، ممكن اجي انزل النورمال، وممكن انزل ريفليكشن. وخلي بالكم احنا ما نزلناش الريفليكشن في الشانلز اللي فات، فهاجي هنا في الريفليكشن هو عندي محتاج الريفليكشن سترينث، ممكن اجي هنا في الفرنيل اخليه كوندكتور، او ممكن اخليه ده الكتريك عادي عشان دي مش حاجه مش ميتال يعني، فده الكتريك هيبقى احسن. ممكن اجي اضغط على السهم الصغير جنب السترينث ده واقوم حاطط الصوره بتاعه الميتاليك. طبعا بقى ميتاليك قوي، هاجي بس اهدي الريفليكشن كده بحيث انه يبقى بس فيه اللمعه. وممكن اجي في الرفنس هنا احط برضو الصوره بتاعه الرفنس واعلي الرفنس كده شويه. طيب لو دوست ريندر دلوقتي انا هنا مش محتاج ديسبليسمنت، انا كده كده ده السطح بتاع الاوضه فمش محتاج ديسبليسمنت. ونظهر كده الجيت، تعالوا نرفع ده كده لفوق. طبعا في طرق في سينما 4 دي بتكرر الحاجات بشكل اسهل واسرع من كده، بس احنا عشان لسه في البدايه مش عايز الخبطكم، ونخلينا مركزين بس في الحاجات كده واحده واحده. طيب يبقى انا كده عملت السقف. ممكن قدامي قرار من الاتنين، يا اما اخد ده برضو في الارضيه، يعني ممكن اخدهم كده كلهم الارضيه، ساعتها يبقى انا خلصت الروم بتاعتي، اظبط بس اللايت والريندر. او لو انا حابب ان انا اعمل تكتشر تاني او ماتيريال تانية للارضيه فانا هعمل كده. فانا ممكن اجي اعمل دول كده في جروب واسميهم روف، واتفقنا هخليهم بس ماتيريال واحده فوق. ممكن اخد ده كده كله كوبي تحت واسميه فلور، واشيل الماتيريال دي بحيث ان انا ابقى عملت الماتيريال هنا بس. هاجي اعمل نيو ماتيريال، طبعا يفضل ان انا اسمي HDRI جيت وول، وده الروف، واخر حاجة الفلور. هاجي افتح الفلور، انا مجهز طبعا الماتيريال، هاجي هلاقي في ماتيريال هنا فلور، احط البيدو بتاعها اللي هو الديفيوز او الكالر او التكتشر. ممكن اجي هنا في النورمال واحط النورمال بتاعتها، وهاجي على البامب احط الهايت. برضو هنا مش شايف ان انا هبقى محتاج الديسبليسمنت قوي، يعني مش محتاج حتى ان انا احط الهايت في الديسبليسمنت. احنا كنا بنضيف هنا البامب فحط هنا الهايت. ممكن ابقى بشكل ما محتاج الريفليكشن شويه، فممكن اجي اضيف الريفليكشن هنا، اشيل الديفيوز هخلي الريفليكشن بس. وهاجي برضو في السترينث هنا احط الصوره بتاعتي، احط الميتاليك، وهادي برضو الميتالنس كده او الريفليكشن شويه، وهحط الفلور هنا في الفلور. تعالوا كده نعمل ريندر ونشوف احنا وصلنا ليه. طيب هي مشكلة لايت، يعني هو التفاصيل اللي ابتدت تبان اهي، بس احنا بشكل ما عندناش لايت، فمحتاجين نظبط اللايت بتاعنا. طيب وعشان نظبط اللايت هحتاج ان انا اظبط بقى الكومبوزيشن بتاعي. هنزل كاميرا، والكاميرا دي هتلاقوها هنا اهي. طبعا عشان انا مش في المربع ده فانا كده بتحكم في الكاميرا او بتحرك من الكاميرا. لو شلت العلامة دي هبقى انا كده شايف الكاميرا، فممكن اجي اديها كده. انا بحب دايما اعمل ريسيت للكاميرا بتاعتي عشان اقدر اتحكم فيها. ارفعها كده مثلا يعني فوق شوية، هاجي ابص من الكاميرا. طيب هعمل حاجة كده مختلفة شوية عشان تدي بس كده افكت كويس، ان انا اجي على الكاميرا اغير الفوكال لينس بتاعها، فاعملها سوبر وايد عشان تدي كأن المكان ده بقى واسع في عمق كده وفي عظمة في الموضوع يعني. فكده دي السوبر وايد. طبعا لو غيرنا اي حاجة، لو سوبر تيلي تجيب لي الباب وانا في مكاني، فلا خلينا في السوبر وايد عشان يجيب لي التانل بتاعي ده سوبر وايد يعني، او وايد انجل. ممكن حتى انزل لتحت كده شوية
واطلع بالكاميرا كده لفوق. فده كده شكل، او ده المكان اللي انا هحط فيه الكاميرا اهي بالشكل ده كده. طيب تعالوا نحط اللايت بتاعنا. انا هستخدم اريا لايت، طبعا بي ار لايت، مش اتفقنا ان ده فيزيكلي هيبقى احسن. اعمل له روتيشن كده -90. ممكن اجي من التوب فيو اطوله كده، يعني اخليه بالشكل ده كده، واخليه مثلا 100 في الاكس. ممكن ارفعه كده شوية واخد منه نسخة واخليه -100 عشان يبقوا لما اجي كده ابص من البرسبكتيف فيبقوا خطين كده بالطول، برضو يدوني شكل لطيف كده، ساي فاي وسبيس شيب وكده. بس هرفعهم بقى لفوق، امسك تو لايتس دول واطلع بيهم فوق بالشكل ده. تعال نبص من الكاميرا وتعالى نعمل ريندر. في فرق هنا، دول مش ماسكين في بعض قوي، اعتقد مرحلين شوية، فممكن اجي على الوول وامسك دول كده اتأكد ان هما، يعني اخرج من الكاميرا اتأكد ان دول كده على مسافة ماشي 200، ودول -200. تمام ماشي مظبوطين. طيب تعالوا نشوف دول نفس الكلام. طيب انا ممكن اتحايل على الموقف كده واكبر بس دول شوية، فهيغطولي الجزء او الفراغ ده. تمام نرجع تاني من الكاميرا، اعمل ريندر. طبعا دلوقتي اقدر ان انا اسيف ده، ممكن اسيف ده از بي اس دي، اسميه ساي فاي مثلا 3. واقدر دلوقتي ان انا اروح، ده اللي طلع من سينما 4 دي، ممكن اخد كده نسخة وافتح الكاميرا رو، كنترول شيفت اي عشان افتح الكاميرا رو. ممكن انا اديت ده بايدي لو انا عايز اوصل لمود معين، ممكن اظبط الالوان بتاعتي، اظبط البلاكس، ممكن اظبط الوايتس، ممكن اعمل اديت زي ما انا عايز. ممكن حتى لو انا الناس اللي بتحب الجرين ممكن اعمل جرين مثلا، او ممكن اجي هنا في زي بريسيتس كده سينماتيك، ممكن اوصل لكذا لوك بيتشريت اي مثلا. ده تكت كده من سينما 4 دي بمجهود قليل قوي، بس بمجرد الماتيريال وبمجرد فهمي للماتيريال. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب واستنوا الفيديوهات الجاية ان شاء الله، نعمل فيديوهات احسن واحسن.